واخيرا بنجرب الاكل المغربي. متحمسين بزاف، خلوكم معنا. وصلنا مطعم سلطاني في مدينة زدفن، والمطعم فيه جلسات خارجية وجلسات داخلية، وأما جمال الديكور شيء ثاني. وهذه الطاولة اللي بنصور فيها، وهنا المنيو تبعهم. والبداية كانت مع المقبلات. بالنسبة لنا هذه ألذ مقبلات أكلناها بحياتنا. والبداية كانت مع شوربة العدس وأصابع السبانخ مع الدجاج. أما بالنسبة للشيء اللي فاجأنا، الجمبري مع المانجا والدجاج مع التين. وصراحة كان شيء مرة مختلف ورهيب. بالنسبة لنا المقبلات 10 من 10، وأكثر شيء دار في بالنا ونحن ناكل إذا هذه المقبلات كيف الوجبات الرئيسية. والحين الشوط الثاني. كانت الوجبات الرئيسية طاجين بكرات اللحم، وطاجين الخروف الصغير بالبرقوق، وطاجين لحم العجل الصغير مع الكسكسي. وعينك على طراوة اللحمة. ونشكر الطباخ اللي وصل اللحمة لهذه المرحلة. وبعد هذه اللقمة تحس انك رحت المغرب، ونفس ما يقول علي دائما يا حسانو. ونحب نشكر مطعم سلطاني انه قدم لنا السفرة المغربية كاملة مكتملة. وعلى كثر الاكل اللي اكلناه وصلنا لاخر طبق، وكان لذيذ وبنفس الوقت نفكر بالشاي المغربي، وما خلاها بخاطرنا الاستاذ فادي. ومش بس شاي مغربي، واكبر صحن حلا. صراحة كانت تجربة مرة حلوة، ومن اليوم نحن من محبين السفرة المغربية. وشكرا على المتابعة، ولا تنسوا الفولو واللايك، وديما مغرب.